شايفين شكله في الفرن عامل ازاي؟ حبيت اوريكم اللقطة دي. طالع قابب كده وجميل ومظبوط. تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشوفان الصحي اللي كله فوايد. لو دخلت بقى على جوجل كده وعملت سيرش عنه، شوفوا فوايد الشعير قد ايه، والشوفان فوايد جميلة جدا وتحفة واكله جميل وينفع بقى للتخسيس والدايت والكلام ده كله. هنبدأ كده مع بعض على طول. جبت بقى كده معايا 3 كيلو دقيق. طبعا دقيق كيلو دقيق شوفان وكيلو دقيق شعير وكيلو دقيق ابيض. لازم الكميه كده تبقى متساويه مع بعضها. ما ينفعش تعملي عيش شوفان لوحده او شعير لوحده، لازم التلاتة مع بعض عشان يطلع متماسك. نزلت كده بعلبة زبادي، وطبعا كوبايتين لبن عشان العيش بتاعي انا عاوزاه يطلع طري. لو مش عاوزاه طري وعاوزاه يطلع ناشف مش هتحطي لبن، هتستغني عن اللبن وعن الزبادي. طبعا انا عاوزاه طري. نزلت كده بعلبة زبادي ونزلت بلبن، وهعمل بقى كده معلقة صغيرة ملح ومعلقة سكر عشان كده يعادلوا الطعم مع بعض. طبعا وهعجن ده كله كده مع بعضه. 3 كيلو دقيق يا جماعة، كل كيلو دقيق بياخد عليه كيس خميرة او باكت خميرة يعني، مش صغير ده. طبعا بدأت ان انا اعجن ده كده كله مع بعضه. هبدأ بقى ان انا احط كمان مية، ازود مية. عيش الشوفان ده يا جماعة بياخد مية كتير، مش هقولك على مقدار مية لان انت بتحطي انك تحطي مية لحد ما تحسي ان العيش معاكي بقى يعني متشبع من المية، لان هو بيشرب مية كتير. كنت بقى عاملة اختبار كده للخميرة، حتى كده الخميرة مع السكر مع شوية مية لحد ما تفاعلوا مع بعض كده، ونزلت بقى بالخميرة وقعدت ان انا اعجن كويس فيه. طبعا انتوا عارفين فوائد العيش دي قد ايه. فوائده جميلة جدا وصحي وجميل، مش هتبطلي تعمليه، وكمان للدايت. قعدت بقى ان انا اعجن فيه كده كويس. بعد ما عجنته بقى وسبته ان هو خمر، بدأت ان انا زي ما انتوا شايفين كده افرده بالشكل المدور كده. تفرديه كده كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتسويه كده بايديكي، ويبقى السمك بتاعه كده رفيع، مش سميك، عشان يطلع معاكي كده مظبوط وجميل، ما يبقاش تخين يعني، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى بدأت ان انا ادخله الفرن. طالع بقى قابب معايا وجميل، لان العجينة بتاعته مظبوطة والخمر بتاعه مظبوط. اهم حاجة في العيش ده يا جماعة ان انت تسيبيه لحد ما يخمر كويس. شايفين شكله في الفرن عامل ازاي؟ حبيت اوريكم اللقطة دي. طالع قابب كده وجميل ومظبوط. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، ما تنسوش بقى اللايك والشير وتدعموني في القناة وكومنت كده حلو، لان العيش ده هيعجبكم قوي زي ما انتوا شايفينه بقى بعد ما طلع شكله عامل ازاي. واشوفكم على خير ومع السلامة.